احنا ليه دايما بيجيلنا احساس اننا عايزين حاجه مسكره؟ ده هيودينا لسؤال مهم جدا، ليه جسمك بيطلب منك حاجات مسكره؟ او بمعنى اصح، ليه بتوصل لمرحله الكريفنج او الاشتهاء؟ انا ليه بشتهي حاجه مسكره؟ البدايه بتيجي عند استهلاك السكر بكميات اكتر من اللي انت محتاجها، وده بيعمل خلل في هرمون الانسولين وبيخلي خلايا الجسم مش متجاوبه معاه، وده حاجه اسمها مقاومه الانسولين. جسمك بيقاوم هرمون الانسولين فبيضطر انه يحول السكر الزايد لدهون وتتخزن في الخلايا الدهنيه، وده غير ان ارتفاع الانسولين المفاجئ بسبب السكريات البسيطه بينزل سكر الدم بسرعه لدرجه انه بيبقى اقل من المستوى اللي الجسم اتعود عليه، فهنا بتحس باعراض نقص السكر زي الدوخه والخمول والاشتهاء. الخلل ده بيحصل لهرمونات تانية، وكمان في امتصاص بعض الفيتامينات زي فيتامين بي، وهتفضل دايما حاسس انك مش عارف تركز. مستوى الجلوكوز في الدم هيفضل قليل لحد ما تاكل حاجه مسكره، وده بيخلي هرمون الجرلين وهو الهرمون المسؤول عن الشعور بالجوع، وده لما مستواه بيكون عالي دايما بيوجهك ناحيه انك تشتهي حاجه مسكره.